معي قضايا كثيرة الآن ما أحب أذكرها لأن أطلع من الموضوع، وإلا حتى الناس اللي هنا موجودين يعلمون أنا في سنة 1984 ميلادية بالشهر الخامس أنا عبد الحميد المهاجر كنت في مستشفى لندن كلينيك هوسبيتال والسجل موجود عندهم، وكنت مشلول 4 أشهر. 4 أشهر كنت مشلول وعجز الأطباء عني، وكان العلماء يجون ما أذكركم أسماءهم كلهم معروفين، أنا مو في قفص اتهام حتى أذكر الأسماء. 4 أشهر أنا مشلول شلل كامل لأني رحت أعمل عملية عندي في العمود الفقري في ظهري، بعدين اجى دكتور يهودي صهيوني ضربني إبرة وهو متعمد لتشلني الإبرة إلى الموت، وكانت لجنة من الأطباء عجزوا عن العلاج. بعدين اجى رئيس الأطباء قال لي يا عبد الحميد أنت تبقى هكذا إلى أن تموت، ما لك علاج، فتحب تبقى في المستشفى هذه بعد 4 أشهر. وقسم من العلماء ماتوا رحمة الله عليهم كانوا معي في المستشفى، وقسم حاضرين الآن في لندن، والقصة مسجلة ومعروفة وفي نفس المستشفى مسجلة كلها الحاجة. رئيس الأطباء اجى عندي بروفيسور استرج اسمه قال يا عبد الحميد انت هذه حالتك ما لها علاج، الآن عجزنا عن العلاج، وظهري هكذا كان معوج الله يعلم وشلل كامل، فقط يداي طريقتان. قلت له عجزتم؟ قال نعم. قلت له وما هو الحل؟ قال الحل تبقى هكذا إلى أن تموت. كلمتها قلت له طلع من الحجرة، أنا ضربت الضوء الأحمر يعني حتى ما حد يدخل علي في المستشفى. بذيك اللحظة توجهت لسيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء وهي تسمع الكلام وحاضرة بالمجلس. قلت لها كلمة واحدة وأقولها للتاريخ وللحق سجلها. قلت لها سيدتي أنا من طفولتي على باب بيتكم جالس، على بابكم سيدتي وأنا طفل صغير إلى اليوم. أنا أصلا ما أعرف أيام الطفولة، دول أهل الرميثة عندكم هنا بالمجلس اسألوهم، وأهل كربلاء اسألوهم. أنا ما أعرف طفولتي كيف. أنا عمري 9 سنين كنت لابس عمامة، عمري 5 سنين كنت أرسل أطفال مسلم أولاد مسلم بالرميثة. سيدتي مع هذا العمر كله روحي فداء لتراب أقدامك، بعدين تتركيني على اليهود والنصارى. وبكيت مثل ما انت بكيت، أنا الدمعة راحت من عيني ونمت لحظات، فشاهدت نفسي هكذا والله وأنا على منبر الحسين، وجدت نفسي أني في حسينية آل ياسين في الكويت، والحادثة صارت قبل محرم بأسبوعين، وذول الناس في الكويت ينتظروني أني أروح لهم في أيام محرم. فوجدت نفسي في عالم المنام وأنا في المستشفى كأني موجود في الحسينية يوم الثلاثاء مساء ليلة الأربعاء أول محرم، وبالفعل كان ذيك السنة أول محرم ليلة الأربعاء. فأرى سقف الحسينية مرفوع وينزل رداد لطيف على الناس، وهذا دليل استجابة الدعاء لهذه المجالس. وإذا بي أرى امرأة. ليش رحت يا عبد الحميد الآن إلى هاي القصة؟ والله ما أدري. شوف انتبه، والله هذه إشارة منهم من أهل البيت. انتبه كيف؟ لأن في أجواء مشحونة بالعداء لأهل البيت يجب أن تذكر مثل هذه. وإذا أنا مشلول وجالس في المجلس أول ليلة من محرم وأشاهد امرأة هنا على يسار المنبر، يعني المنبر على يمينها طاير، بهذا الجانب واقفة وكلها هيبة ونور، فتأشر لي هكذا تأشر.
شيخ عبد الحميد والله من خلال الحجاب تشوف هيبتها ونورها وطلعتها، اصعد المنبر واقرأ، انا لا اعرفها من هي، لكن من هناك اخاطبها اقول سيدتي انا مشلول، اسمع العبارة واكتبها عندك وراح تشوفون صاحبتها بتحت المحشر وانا معاكم هناك امام الله. قلت لها سيدتي انا مشلول، قالت يا شيخ عبد الحميد هاي تكرر العبارة وانا اقراها اشكل اتشرف بكلمتك. اصعد المنبر بمجرد ان يمس بدنك منبر ولدي الحسين يذهب الشلل منه. وشوف العبارة تقول بمجرد ان يمس بدنك منبر ولدي، يعني الفاعلية للمنبر مو البدني، من ثبت التعبير. فاقول لها سيدتي ما عندي موضوع اصعد اقرأ، قالت هذا الموضوع، هكذا اشارت، واذا نور من يدها، نور هالشكل يجي واشوف الموضوع البحث العلمي قبل قصيدة تطلب من عندي، تأمرني مو تطلب الزهراء، تأمرني ان اقرأ قصيدة ولزينب النوح لفقد شقيقها، وهاي دائما انا اقرأها. اذا فلا تسمعوني دائما اكرر هاي في اكثر المجال. ولزينب النوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي، فأقرأ. بعد ذلك انا انتبهت من النوم، وجدت نفسي على السرير بالمستشفى ولا زلت مشلولا، فعرفت ان الزهراء سلام الله عليها تأمرني ان اذهب الى حسينية آل ياسين ومن منبر الحسين اخذ الشفاء، والا كان بامكانها وانا في لندن تشافني، لا تريد تربطني وتشدني اكثر. تعرف هذا المنبر على سرعة وعلى نهر من الجنة. بالفعل خرجنا واجينا ورحنا الى الكويت، وهنا نزلت يشهد الله هذا مطار دمشق، نزلت وانا يتبعوني على سرير متحرك. بعد ذلك ذهبت الى الكويت وصعدوني ليلة الاربعاء اول محرم على اساس اقرأ 10 دقائق وخطيب اخر يقرأ المجلس. انا مشلول ما خبرت احد، صعدت على المنبر واذا انا في عالم اخر، نسيت الشلل ونسيت كل شيء، وبدأت اقرأ واتحدث ساعة ونصف. بعد ما انتهينا من المجلس وجدت نفسي اقف، اقوم اول مرة في عمري، اقوم على 4 اشهر 5 اشهر، اقوم انزل كل شيء ما فيه. كل شيء ما فيه ولله الحمد، والى اليوم لا اثر للشلل ولا كل شيء. وهي لحظات توجهت الها بس. حبيبي هذه امور اذا اريد اكتبها صدقني تاخذ دفاتر طويلة، بس انا ليس من عادتي ان اتكلم بهذه الامور، انما ما يخص البحث ويخص المتن.